أهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس علم الأحياء للصف التاسع. درسنا اليوم هو نمو العظام. بهذا الدرس رح نتعرف على نمو الطولي والنمو العرضي للعظام ووظائف الهيكل العظمي الأساسية. فخلينا نبلش بالدرس. هلا خلال حياة الإنسان هو رح يمر بمراحل من طفولة لشباب لكهولة وهرم وموت، وبالتالي عظامه كمان عم تمر بهي المراحل، بحيث حكينا نحن الدرس السابق إنه العظام لدى الطفل الرضيع بتكون أكتر من 270 عظمة، بس لما بصير في عنا عمليات نمو اللي تحمل العديد منها بيترك بس 206 عظمة عند الفرد البالغ. فبالتالي عم يصير في عنا نمو للعظام. ونمو العظام إله نوعين، نمو طولي ونمو عرضي. بداية خلينا نسأل حالنا السؤال واللي هو ما هو نمو العظام؟ هلأ عظام الجسم من بداية تخلقه بمرحلة الحمل تبدأ بالنمو بشكل متناسق، يعني تم ولادة الطفل رح يمر حكينا بمراحل، بكل مرحلة رح يصير في عنا نمو للعظام بشكل متناسق. كيف يعني بشكل متناسق؟ يعني رح يكون النمو عن طريق إنه يزداد طوله أو قطره للعظمة أو سماكته، تمام؟ يعني رح يصير في عنا نمو متناسق، ما رح يصير في عنا نمو على حساب شيء آخر، تمام؟ يعني ما رح يصير فينا بس نمو طولي فقط أو نمو بس عرضي. هو وقتها بصير في عنا مشاكل بالغدد، بس هلأ يمونا من هدول جايين عليهم لقدام. خلينا نترك الموضوع الغدد بس نلتفت على العظام، بحيث العظام رح تصير عنا نمو متناسق من ناحية الطول والقطر والسماكة. فالمسؤول عن كل هدول العمليات هن مادتين، في عنا غضاريف النمو والسمحاق. خلينا نبدأ بأول نوع من أنواع النمو واللي هو النمو الطولي للعظام. النمو الطولي للعظام مسؤولة عنه هي غضاريف النمو. غضاريف النمو موجودة بين المشاشتين وجسم العظم. طيب كيف بتتم العملية؟ بتتم العملية عن طريق إفراز هرمون النمو من قبل الغدة النخامية الموجودة بالسطح السفلي للدماغ. بتفرز هرمون النمو، هذا هرمون النمو رح ينبه الخلايا بالعظام واللي هي غضاريف النمو، بحيث رح تنقسم خلاياها لتعطي خلايا عظمية جديدة. وبتوقف النمو الطولي في أغلب الأحيان بسن 18 تقريبا، والسبب بهذا الشيء إنه غضاريف النمو رح تصير تتعظم، فبالتالي ما رح تنقسم خلاياها لحتى تعطي خلايا عظمية جديدة، وهيك بتكون خلصنا من فقرة النمو الطولي للعظام. أما بالنسبة للنمو العرضي للعظام، فالنمو العرضي مسؤولة عنه هي مادة السمحاق، وخدنا بدرس السابق إنه مادة السمحاق هي طبقة رقيقة تغطي جسم العظم وغنية بالأوعية الدموية. طيب كيف بتتم العملية أو كيف بتتم عملية النمو العرضي؟ بتتم العملية عن طريق انقسام خلاياها، أو يعني خلايا مين؟ خلايا مادة السمحاق لحتى تعطي خلايا عظمية جديدة. وملحوظة إنه النمو العرضي ما بتوقف، يعني ما في عنا سن محدد بتوقف فيه النمو العرضي للعظم. وللسمحاق وظيفة أخرى واللي هي تشكيل مادة الدشبث العظمي، واللي هي مادة عظمية تصل بين طرفي العظم المكسور. نختتم الدرس بمعرفة وظائف الهيكل العظمي الأساسية. نبدأ بأول وظيفة واللي هي الدعم والحركة. مثل ما ملاحظين عنا هون بالصورة ومثل ما أخذنا بأول درس إنه جهاز الدعامي الحركي بتألف من الهيكل العظمي والعضلات، فبالتالي الدعم والحركة بنقصد فيها مين؟ الهيكل العظمي والعضلات. ننتقل على الوظيفة اللي بعدها واللي هي تكوين خلايا الدم. أخذنا بدرس الثاني بفقرة بنية العظم الطويل شيء اسمه نقي العظم، وعرفنا أنه هو موجود داخل القناة المركزية ونسيج عظمي إسفنجي، وله وظيفة أساسية وهي هي تكوين خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفيحات الدموية. بعدين بيجي عنا وظيفة ثالثة واللي هي الحماية، ونحن بنعرف في دروس سابقة إنه في عنا وظائف لبعض أقسام الهيكل العظمي، مثل عظام القحف تحمي الدماغ، عنا عظام الوجه تحمي بعض أعضاء الحواس، القفص الصدري يحمل القلب والرئتين إلى آخره. هذا المقصود بالحماية. أما بالنسبة للوظيفة الأخيرة معانا واللي هي التخزين، فالعظام هي مخزن احتياطي للكالسيوم داخل جسم الإنسان. وبنختتم معاكم الدرس بفقرة العلم والعلماء مع العالم أبو قاسم الزهراوي. أهم أعماله إنه صمم طاولة لرد الخلوع وركب خليطة وتستعمل في الجبائر الجبسية. وبالأخير لا تنسوا تشيكوا على قناتي بالتليجرام، موجود رابطه تحت بصندوق الوصف.